أهلا بيكم في ملخص انمي جديد. معاكم فليبرز انمي. الحكاية بتبدأ في عالم كل حاجة فيه متراقبة، عالم نظيف بزيادة لدرجة تخنق. بنشوف مجموعة شباب بيحاولوا يداروا وهم بيتفرجوا على مجلات، بس بمجرد ما واحد نطق كلمة غلط الجهاز اللي حوالين رقبته صور وبلغ، وفي ثانية كانت فرقة الأخلاق كابسة عليهم واخدينهم على السجن. في وسط الجو ده بيظهر بطلنا تانوكيتشي وهو داخل أكاديمية تويوكا. كان طاير من الفرحة عشان هيقابل حب طفولته أنا نيشيكينو مية، البنت اللي مفيش في نقائها اتنين. وهو في المواصلات عينه جات على راجل ضخم شبه الغوريلا مراقبه، وده خلاه يقلق. بس القلق الحقيقي بدأ لما لقى بنت بتحاول تتبلى على ولد صغير عشان تبتزه. تانوكيتشي عشان يثبت لأن إنه شهم قرر يشيله هو الليلة، وخلص الولد من الموقف ده بذكاء. بس البنت ما سكتتش وراحت بلغت عنه فرقة الأخلاق، وبدأت المطاردة. وهو خلاص هيتمسك ظهرت شخصية غريبة، بنت مش لابسة غير رداء أبيض وحاطة حاجة معينة على وشها كأنها قناع، واقفة فوق المحطة. دي بلو سنو أشهر متمردة في البلد، بدأت توزع صور جريئة في كل حتة عشان تشتت الانتباه، وقربت من تانوكيتشي وشوشته إنه يهرب وهي هتتعامل. هرب فعلا، بس ايده اتصابت من حبل الهروب ودخل المدرسة والكل بيتكلم عليه وعلى فضحته في المحطة. في حفلة الاستقبال أنا وقفت تترأس الحفل بصفتها رئيسة اتحاد الطلبة، وتانوكيتشي كان بيبص لها بانبهار ومن كتر حبه سجل خطابها. وهو قاعد في وقت الراحة فجأة حس بحركة غريبة تحت مكتبه، طلعت بنت اسمها هيوكا فوا سألته ببرود تام وبنظرة كلها فضول: هو الأطفال بيجوا إزاي؟ تانوكيتشي حاول يهرب بإجابة من الكتب، بس هي كانت عايزة الحقيقة العلمية وقالته إنها مستعدة تعرف الإجابة عمليا لو لزم الأمر. اللحظة دي انقطعت لما أيا كاجو خبطتها بالشنطة وقالت لتانوكيتشي إنه ترشح يكون متدرب في اتحاد الطلبة. هناك قابل أنا والراجل الضخم اللي شافه الصبح، واتضح إنه جوريكي رايكي أمين الصندوق. أنا شرحت له إنهم اختاروه عشان هو جاي من مدرسة سمعتها وحشة، فممكن يساعدوهم يكتشفوا بلو سنو اللي شاكين إنها طالبة معاهم في المدرسة. بعد الاجتماع أياما خدت تانوكيتشي لمكان بعيد، وهناك كانت الصدمة. أياما لبست اللبس الأبيض وكشفت إنها هي نفسها بلو سنو. مش بس كده، دي عرفت إنه ابن الثائر القديم زينو، وقررت تضمه لمنظمتها السرية SOX بالعافية. تانوكيتشي لقى نفسه مربوط في قبو وفوق راسه قطعة ملابس تخصها، وهي بتضحك وبتهزر معاه بهزار خارج تماما عن قوانين المجتمع اللي هو عايش فيه. وورته ازاي قدرت تهرب من جهاز المراقبة اللي في رقبتها بجهاز تشويش مخبياه في مكان محدش يتخيله. الحكاية لسه بتبدأ، والطريق للنقاء بقى أصعب بكتير مما كان يتصور. تخيل إن أياما كاجامو مش بس متمردة، دي كمان معاها مفاتيح اللعبة. قدرت تسيطر على الPM بتاعها بجهاز تشويش سري موبايل قديم اداهولها والدها السياسي اللي اتظلم زمان. الجهاز ده بيديها 3 دقايق حرية بعيد عن مراقبة الشرطة كل يوم. وطبعا حطت تانوكيتشي في خانة اليك، يا ينضم SOX يا اما تلبسه تهمة بالدليل اللي معاها. وكمان لعبت على وتر مشاعره ناحية أنا نيشيكينوميا، قالت له أنا أقرب صاحبة ليها وممكن أقربك منها، ولو بلغت عني قلبها هيتكسر. تاني يوم تانوكيتشي لقى نفسه محاصر من هيوكا فوا اللي لسه بتدور ورا سر التكاثر بفضول غريب، لدرجة إنه هرب منها على حملام الولاد. وهناك سمع كلام ملوش أي علاقة بالواقع عن تكوين البشر، حاجة كده تدل على إن الجيل ده أبيض. لما حكى لأيامي الحماس زاد عندها، وقررت تنفذ عملية جديدة في الويك إند. الخطة بدأت، ودانوكيتشي لقى نفسه لابس لبس بلو سنو وبيمثل دورها، في حين إن أيامي الأصلية كانت بتعرض فيديو عن حياة الدبان بصوتها الناعم والمؤثر اللي قلب كيان المدرسة كلها. وسط الزحمة والتوتر تانوكيتشي حس بحاجة غريبة، هو بيخدع حبيبته أنا، بس في نفس الوقت حاسس بنوع من النشوة والانتصار ما كانش متوقعه. في اجتماعات اتحاد الطلبة الذنب كان بياكل فيه، خصوصا لما جوريكي رايكي بدأ يشك فيه بسبب تاريخ والده زينو. تانوكيتشي افتكر زمان ازاي كان بيحب والده وهزاره، بس لما اتمسك حياته اتدمرت وبقى منبوذ، لحد ما ظهرت أنا في حياته ونورتها بنقائها.
المهمة اللي بعد كده كانت مهمة استرجاع. شوية مجلات قديمة لسه ما اتمسحتش من الوجود، راح جابها ووزعوها في المدرسة، ووقعت مجلة منهم في إيد أنا. البنت من كتر ما هي بريئة ومش فاهمة حاجة شافت صورة لنموذج جريء وافتكرتها مجرد بنت بتاكل مشروم، وقررت تعلقها في أوضتها بكل بساطة. أيامي قعدت تضحك وطلبت من تانوكيتشي يعلم البنت الرقيقة دي، بس هو رفض يلوث براءتها. الصدمة جات لما نزل قانون جديد ممنوع فيه أي نوع من أنواع الخصوصية حتى في البيت. البي ام هيسجل كل حركة وكل همسة. أنا كانت بتوعد والدتها الوزيرة المسؤولة عن القوانين دي إنها هتفضل محافظة على طهارتها وطهارة المدرسة. بس أيامي كان عندها خطة تانية خالص يوم الكشف الطبي. قررت تحط فيتامينات في عينات الولاد عشان تظهر نتائج مريبة توحي بأنهم كانوا بيفكروا في حاجات مش كويسة الصبح. وفي نفس الوقت تانوكيتشي يظهر بلبس بلو سنو ويشرح للكل الأطفال بيجوا ازاي وقت كشف النظر. الخطة بدأت وأيامي فضلت تلاغي في أنا عشان تدي وقت لتانوكيتشي، بس أنا بذكائها وسرعتها لقضته وبدأت تطارده. هو بيحاول يهرب بحبل من الشباك وهي بتشده بقوة، لحد ما لقى نفسه بيقتحم شباك تاني والكل بيجري وراه، لحد ما وصل للمكان اللي فيه أنا. والجو بقى مشحون توتر لدرجة إن النفس بدأ يضيق. في اللحظة اللي خلص أنا كانت هتحط إيدها عليه، أيامي كاجو اتصرفت بذكاء وضللتها. قالت لها إن بلو سنو فوق سطح الجيم ومعاها العينات، فكلهم جريوا ورا السراب ده. وتانوكيتشي قدر يخلع هدوم التنكر بتاعته وهو مش عارف إن في عين مراقباه من بعيد. عين أوتومي ساوتومي، البنت الفنانة اللي كانت بترسم فوق السطح اللي جنبه. بعدها في حفل التكريم، أوتومي ساوتومي فاجأت الكل وكسرت جايزتها قدام الناس، وقالت إنها مش مستحقة ليها لإنها بتمر بفترة سدد فني. تانوكيتشي لاحظ إن حبيبته أنا متضايقة، بس زمايله نصحوه ما يسألش أحسن. وفجأة وهو في حال سبيله ظهرت أوتومي ساوتومي وربطته في جنزير وسحلته وراها لأوضة الرسم، وبكل برود قالت له: أنت دلوقتي بقيت ملكي. هي شافته وهو بيقلع لبس بلو سنو وبتهدده تفضحه لو ما سمعش الكلام. في وسط القعدة دي أيامي كاجو دخلت عليهم فجأة ورمت كلمة جريئة وجريت، وده خلى أوتومي ساوتومي تشتعل غيرة، وفهمنا إن في طار بايت ومنافسة قديمة بينهم على قلب شخص ما. تانوكيتشي لقى نفسه في نص المعمعة، خصوصا لما أيامي في الكافيه بدأت تلمح له إن أوتومي ساوتومي دي فنانة شاطرة وممكن تساعدهم في رسم منشورات المنظمة، وبدأت توصف له بتفاصيل حسية إزاي المشاعر بتبدأ وإزاي بتتحول لقرب جسدي عميق. بس هو كالعادة أصر إن حبه الأنا نقي وما فيهوش أي رغبة، وده عصب أيامي اللي شافت إن حبه ده نقصه حرارة. الموضوع اتطور لما عرفوا إن أنا نيشيكينوميا خايفة ومرعوبة، في حد مجهول بيراقبها وبيسيب لها صورها في درجها ومكتوب عليها أنا شايفك. أيامي طلبت من تانوكيتشي يشغل أوتومي ساوتومي عشان هي تعرف تحمي أنا. تاني يوم بالليل تانوكيتشي قعد مع أوتومي ساوتومي وحاول يعرف مين اللي هي معجب بيه، واتفقوا يقولوا الأسماء مع بعض في نفس الوقت. بس قبل ما ينطق جاله إيميل فكتمه، وهي نطقت وقالت إنها وقع في حب أنا. البنت طلعت عايزة تزيح أيامي من طريق أنا وتستحوذ هي عليها. تانوكيتشي عشان يهرب من ورطته كذب وقال إنه واقع في حب أيامي، وده هدى البنت شوية بس خلى الخطة تتعقد. تاني يوم في المدرسة أنا كانت مرعوبة من فكرة المراقب الخفي، وجوريكي رايكي قفش على تانوكيتشي واتهموا إنه هو السبب، بس أنا دفعت عنه بقلب ميت. أيامي فهمت بذكائها إن الضخم جوريكي رايكي أصلا معجب بأنا، وده السر العصبية. الخطة الجديدة كانت مجنونة. قرروا يلبسوا أيامي لبس ولد ويخلوها تخرج في ديت وهمي مع أنا نيشيكينومية عشان يجرجروا المراقب المجهول، والجوريكي رايكي هيكون تأمين وتانوكيتشي هيفضل في المدرسة يراقب الموقف. وطبعا عشان الخطة تكمل تانوكيتشي لقى نفسه بيساعد أوتومي ساوتومي في حلاقة رجله عشان تظبط له لبس التنكر في جو كله قرب وتوتر مش مفهوم. الخطة بدأت تتنفذ، بس أوتومي ساوتومي فجأة فقدت السيطرة وبدأت ترسم في كل حتة وهي منهارة،
واعترفت إن دي طريقتها الوحيدة عشان تقرب من أنا نيشيكينومية. هي ما بترسمش موديلات، هي بتعشق تفاصيل أنا وعايزة ترسمها بكل كيانها، وعشان كده كانت بتبعت لها الصور. في وسط اللحظة دي ظهر جوريكي رايكي وكان هيقبض عليهم، بس فجأة ظهر راجل مجهول بيجري بسرعة ناحية البنات، والكل اتدخل عشان يوقفه. وتانوكيتشي لقى نفسه في قلب خناقة وتوتر ملوش آخر. وفجأة ومن كتر الدربكة حجر طار خبط تانوكيتشي ورمى جسمه كله فوق أنا. لما فاق لقى نفسه في وضع قريب بزيادة منها. هو حاول يبعد بسرعة وهو مرعوب، بس الدم كان بدأ يسيل من راسه والكل جري عليه، إلا أنا اللي فضلت واقفة في مكانها وعينيها فيها نظرة غريبة ومرعبة، كأن في بركان هادي بدأ يغلي جواها. تانوكيتشي دخل المستشفى، وطول فترة غيابه أنا ما زاريتوش ولا مرة، وده خلاه يحس بوجع في قلبه، خصوصا إن جوريكي رايكي هو اللي كان بيجيله بالأكل كل شوية. حتى هيوكا فوا نطت له من شباك المستشفى عشان تقوله إن قوانين أنا في المدرسة بقت أعنف بكتير، وبقت بتطارد أي حاجة مش نظيفة بجنون، وده خلى تانوكيتشي يفتكر إنها كرهته بعد اللي حصل. في الوقت ده أيامي كاجومو كشفت حقيقتها لأوتومي ساوتومي وضمتها للمنظمة، وبدأت تخليها ترسم رسومات مشحونة عشان يوزعوها. أوتومي حكت لتانوكيتشي إن أنا بقت تقعد معاها وتخليها ترسمها براحتها، بس لما بتجيب سيرة زيارته أنا بترفض ببرود قاسي. لما تانوكيتشي رجع شقته بعدها أيامي كلمته وقالت له إن في كنز من الروايات الممنوعة مستخبي في أرض كاتب قديم، وإن فرقة الأخلاق قربت توصل له، فقرروا يجمعوا أكبر عدد من الطلاب ويروحوا هناك يستكشفوا عشان يشتتوا الشرطة. الجو بدأ يتكهرب أكتر لما والدة أنا الوزيرة صوفيا أعلنت عن قوانين جديدة ومرعبة. أجهزة مراقبة جديدة هتتركب للطلبة عبارة عن أحزمة بتراقب كل حركة حرفياً. سهر تانوكيتشي في شقته وهو قلقان، وأيامي بعتت له أوتومي ساوتومي تنام عنده في السر عشان تحميها، وحطتها في الدولاب. فجأة دخلت ست غطت وشه بقطعة ملابسها، ما كانتش أيامي ولا كانت أوتومي، دي كانت أنا نيشيكينو ميا. اللمسة اللي حصلت بينهم خلت الوحش اللي جواها يصحى، وفي اللحظة اللي الدنيا كانت هتخرج فيها عن السيطرة دخلت أيامي كاجو ونورت النور. الموقف كان مش مريح لأقصى درجة، والكسوف كان هيقتل الكل. أوتومي ساوتومي اللي كانت مستخبية في الدولاب طلعت تجري وهي مصدومة، بس فضل في خيالها تفاصيل مش قادرة تنساها، وبدأت ترسمها بهوس وجنون. تاني يوم أنا حاولت تمثل إنها طبيعية ووزعت كوكيز هي اللي عاملاها بنفسها، بس وهي بتدي لتانوكيتشي نصيبه وشوشته في ودنه وقالت له بضحكة غريبة إنها حطت في العجينة سر خاص من جسمها عشان يحبها زي ما هي بتحبه. تانوكيتشي حس إن جسمه اتنفد من الرعب والقرف في نفس الوقت. وهي خارجة أنا ثبتت أيامي بالمقص وبدأت تهددها بوضوح إنها مش طايقة قربها من بطلنا، وإن وجودها ليلة امبارح كان وراه سر. الأيام اللي بعدها كانت عبارة عن مطاردة. تانوكيتشي بيحاول يوزع خرايط الغابة عشان خطة الكنز المفقود، وأنا وراه في كل خطوة زي ضله، بتبصله نظرات كلها رغبة مستحوذة بتخليه ينسى هو فين وبيعمل إيه، لدرجة إنه نسي شنطته في معمل هيوكا فوا من كتر التوتر. يوم التنفيذ جه، والوزيرة صوفيا كانت قلب المدرسة تفتيش، بس الطلبة كلهم هجموا على الغابة يدوروا على الكنز بقيادة هيوكا اللي كانت بتنتقم من الوزيرة بطريقتها. وسط الزحمة أما قررت تضحي بتانوكيتشي عشان تشتت الانتباه، وزقته في منحدر ليقع جوه كهف مستخبي. وهناك لقى الشنطة اللي فيها الكنز، لبس تنكري جديد لشخصية اسمها وايت بيك. لبس الهدوم وطلع ينقذ أما من إيد أنا والشرطة. أنا لما شافته حست برعشة غريبة، الجسم ده مألوف ليها، العضلات دي هي عارفاها كويس، بس ما كانتش متأكدة هو مين. من كتر اللخبطة والمشاعر اللي فاقت قدرتها رمت نفسها من فوق جرف وهي بتنادي عليه. هيوكا لحقتهم وقالت لهم يهربوا قبل ما الشرطة ترجع. المنظمة احتفلت بنجاحها، وكمان قدروا يبوظوا المؤتمر الصحفي للوزيرة صوفيا لما بدلوا الأوراق الرسمية بصور جريئة اتعرضت قدام البلد كلها. تانوكيتشي بدأ يتصالح مع نفسه شوية، هو لسه مش بيحب الهزار التقيل، بس فهم إن في جزء جواه كان مكبوت ومحتاج يخرج. الخبطة الأخيرة كانت عند أيامي،
اللي قررت تصنع أدوات خاصة تساعد الشباب يستكشفوا أحاسيسهم، وطلبت من تانوكيتشي يروح لهيوكا فوا عشان تخترع لهم أجهزة اهتزاز بحجة إنها أجهزة تدليك للظهر. هيوكا بعبقريتها وقفت قدام الاختراع ده بفضولها العلمي المعتاد، ولما تانوكيتشي راح يستلم البيض اللي صنعته كأدوات مساعدة لقى إن التمن اللي هي عايزاه أغلى بكتير مما يتخيل، ونظرتها كانت بتقول إن التجربة الجاية هتكون عليه هو شخصيا. بس قبل ما الموضوع يتطور، أنا نيشيكينومية دخلت عليهم وهي شعلة نار من الغيرة. تانوكيتشي عشان يهرب من الموقف كذب وقال إنه جاي ياخد رأي هيوكا في هدية لأنا، والهدية دي كانت البيضة اللي اخترعتها هيوكا. أنا صدقت وفرحت جدا وخدت الهدية وحطتها في عقد وخبته في مكان قريب جدا من قلبها. المشكلة إن الريموت بتاع الجهاز ده كان مكسور، وبالليل الجهاز بدأ يشتغل لوحده وهي لابساه. حاول يهرب منها في ممرات المدرسة، بس كانت أوتومي ساوتومي وراه بتذيع مكانه في الميكروفون عشان عايزة ترسمهم في وضع رومانسي، لحد ما جوريكي رايكي قفشوا وسلموا لأنا في المكتب لوحدهم. هناك أنا قفلت الباب وبدأت تقرب منه بجنون. اللحظة كانت مشحونة والأنفاس قريبة جدا، ولحسن حظه الجهاز اتحرق في آخر لحظة وقدر يهرب قبل ما الأمور توصل لنقطة ما فيش منها رجوع. بعد كده الجو بينه وبين أيامي كاجو اتوتر، وبقت بتديله إجابات غامضة وهي متضايقة، في حين إن أنا وأوتومي ساوتومي كانوا بيحاصروه بغيرة قاتلة. وفي وسط كل ده ظهرت بنت صغيرة اسمها كوسوري، شافت أخبار المنظمة وقررت إنها عايزة تنضم ليهم، وبدأت تعمل مقالب في فرقة الأخلاق وهي لابسة لبس تنكري ومجمعاهم وراها. اتضح إن أيامي بعد أحداث الغابة قدرت تجمع مبالغ كبيرة للمنظمة، وبدأت تخلي أوتومي ساوتومي ترسم أكتر. وفي يوم جوري ريكي رايكي عزموا على الغداء اللي طبخه بإيده، وده خلى أيامي تلمح بضحكة خبيثة إن في كيمياء غريبة بينهم. وطبعا تانوكيتشي كان هيتجنن من التلميحات دي. فجأة صرخة هزت المدرسة، في حد بيسرق الملابس الخاصة بالبنات من أوضة اللبس. البلاغات زادت في المدينة كلها، والإعلام بدأ يرمي التهمة على منظمة SOX. تانوكيتشي كان غضبان جدا إن سمعتهم بتتشوه، بس أيامي كانت واخدة الموضوع ببرود. قرروا يستنوا الحرامي في أوضة اللبس، وبمجرد ما أيامي سابته لوحده ظهرت أنا نيشيكينومية من ورا وفجأة ثبتته في الحيطة، وهي ناوية تكمل اللي بدأته في المكتب، والمرة دي مفيش أجهزة هتتحرق وتنقذه. جوريكي رايكي ظهر فجأة فأنقذ الموقف واضطروا يمشوا بسرعة. تانوكيتشي لمح أوتومي ساوتومي مستخبية في الشجر، وبدل ما تساعده كانت مشغولة برسم أنا في الحالة دي. لما رجع لأوضة اللبس لقى أيامي كاجو بتحاول تمنع هيوكا فوا اللي كانت مخبية حاجة تحت هدومها. طلعت مانجا مرسومة عن تانوكيتشي وجوري كيرايكي. طبعا بطلنا اتعصب جدا وصادر كل النسخ وطلب حرقها فورا. وفي وسط الخناقة دي ظهر فيديو لواحد مغطي جسمه كله بملابس خاصة سمى نفسه وايت بيك، وأعلن عن منظمة جديدة اسمها Gathered Fabric، وقال إنهم حلفاء ل SOX في الثورة. ده كان كابوس لتانوكيتشي وأيامي، لأن أسلوب المنظمة الجديدة ده كان مقرف وبيضيع هدفهم في توعية الناس بجد، وبيخلي شكلهم وحش قدام الطلبة. وهو راجع تانوكيتشي لقى بنت صغيرة بتجري من فرقة الأخلاق، ساعدها واستخبوا في الزقاق ضيق، وهناك هيوكا فوا قفشتهم ورفضت تساعدهم إلا لما يرجع لها المانجا المصادرة. بعد شد وجذب وافق. البنت الصغيرة حاولت تقرب منه وتضمه ببرودة، وعرف إن اسمها كوسوري وبنت كيسكي صاحب غابة ياتسوكا وصاحب الكنز اللي لقوه قبل كده. كوسوري كشفت إنها كانت عايزة تخترق اتحاد الطلبة عشان تنضم ل SOX، ولما عرفت إن تانوكيتشي عضو فيها طلبت تقابل أيامي. أيامي ما كانتش مرتاحة لكوسوري خالص، خصوصا لما شافت الأدوات اللي البنت شايلاها معاها، بس كوسوري كسبت تعاطف تانوكيتشي لما قالت إن دي هدايا والدها عشان تحمي نفسها. في الآخر أيامي وافقت تضمها للمنظمة، خصوصا لما لقت قصة شعرها على شكل رمز غريب لفت نظرها. تاني يوم الصبح تانوكيتشي صحي لقى كوسوري نايمة جنبه، والمصيبة الأكبر إن أنا نيشيكينوميا كانت واقفة فوق راسهم وبتبصلهم بنظرة رعب. اضطر يكذب ويقول إنها أخته الصغيرة،
وكوسوري كملت التمثيلية بس بلمسات خلت أنا تشتعل غيرة وتثبت البنت في الأرض بأسلوب عنيف قبل ما تمشي وهي بتغلي. حتى جوريكي رايكي لما جه ياخد بطلنا للمدرسة عمل مشهد غيرة هو كمان لما شاف البنت. في المدرسة ظهرت شخصية جديدة، أوبورو. دي تلميذة في فرقة الأخلاق بعتها والد أنا عشان تساعدها. البنت دي بدأت تمنع حاجات عادية جدا لمجرد إن شكلهم بيوحي بحاجات تانية في خيالها المريض. تانوكيتشي شاف إنها خطر حقيقي، بس أيامي شافت إن دي فرصة عشان تطلع أفكار ثورية جديدة من وحي جنون أوبورو. والجو في الفصل بدأ يكهرب من تاني. الوضع في المدرسة بقى لا يطاق، والطلبة مخنوقين من وجود أوبورو اللي منع عنهم حتى النفس. لما رجع البيت لقى كوسوري عامل العشاء وأوتومي ساوتومي قاعدة مستنية ترسم لحظات عائلية بينهم، بس هو رفض طبعا. كوسوري سألته عن بداية معرفته بأيامي كاجو، وحكى لها بإعجاب عن شجاعتها وإيمانها بقضيتها، وده خلى كوسوري تبدأ تخطط لشغلها الخاص. تاني يوم أيامي عملت نيو لوك لكوسوري وبعتتها مع تانوكيتشي عشان يدرسوا إزاي يدخلوا المنشورات لمدرسة تانية. هناك كوسوري خلعت منه بذكاء وقالت له إنها هتعرف تتصرف لوحدها، وهو اضطر يروح لآنا اللي كانت عايزاه في اجتماع سري ورا المدرسة. آنا كانت معاها أوبورو وشكلها كان متوتر جدا لدرجة غريبة، واتضح إن السبب بشري جدا. هي محتاجة تدخل الحمام، بس أوبورو كانت صدرت كل المناديل من المدرسة بحجة إن شكلها مريب. قبل ما آنا تتحرك ظهرت مجموعة من منظمة جاذرت فابريك، فاستعرضت قوتها قدام تانوكيتشي وقبضت عليهم، وكشفت إنها كونت فريق أمن خاص من الولاد عشان يساعدوا أوبورو. تانوكيتشي من صدمته معرفش يشجعها، فجريت وهي مكسوفة ومنهارة عشان تلحق نفسها. بعد 3 أيام كوسوري رجعت ومعاها خرايط المدرسة التانية. أيامي فرحت بيها جدا، بس تانوكيتشي بدأ يقلق من أسلوب كوسوري مما بدأت تتعامل معاه بجرأة زيادة في البيت، وكشفت ليه إنها قدرت تسيطر على اتحاد الطلبة في مدرستها القديمة عن طريق فضيحة عاطفية مفبركة. هو رفض الأسلوب ده لأن أيامي هدفها أنقى من كده، فبدأت كوسوري تتلاعب بمشاعره وتقول له بوضوح أنت بتحب أيامي، وسكتته خالص. الخطر زاد لما عرفوا إن نظام الأمن بتاع آنا بدأ يتطبق في مدارس تانية، فSOX قررت ترد بقوة. الخطة كانت استدراج منظمة Gathered Fabric باستخدام أغراض شخصية لتانوكيتشي، وفي نفس الوقت يخبوا المجلات، وأيامي تشتت الأمن وتانوكيتشي يوقع الحرامية في الفخ. تاني يوم التنفيذ بدأ. تانوكيتشي كان مستني يوقع أي حد بالهدوم اللي حاططها فخ، بس الصدمة إن اللي وقعت في الفخ كانت أنا نيشيكينومية. هي طبعا فهمت الموضوع غلط كالعادة وافتكرت إن دي رسالة حب منه، وبدأت تقرب منه بجرأة خلت نفسه يتسحب. هو حاول يستنجد بأوبورو، بس اتضح إن والد آنا أمرها تنفذ كل أوامر بنتها وما قالش تحميها من نفسها. وفجأة ظهرت منظمة Gathered Fabric وسرقوا الحاجة منها، فجريت وراهم بكل قوتها. وكل ده كان بطلنا مرتبه من الأول عشان يخلص من الموقف المحرج ده ويبعد عيونها عنه شوية. الخطة الحقيقية بدأت وكل واحد لزم مكانه. تانوكيتشي استغل رسومات أوتومي ساوتومي عشان يشد رجل الأعداء، وقدر يوقعهم واحد ورا التاني بذكاء. في الوقت ده كوسوري حاولت تلعب لعبتها وتستدرج هيوكا فوا وهي متمكرة، بس هيوكا بذكائها شافت اللي ورا القناع وعرفت إن البنت دي ثعلب ومتحكمة في اللي حواليها. التوتر زاد لما تانوكيتشي كان مستخبي في أوضة اللبس، وفجأة النور اتقطع. دخل شخص مجهول، فتانوكيتشي هاجم عليه، بس اكتشف إنها أوبورو. والصدمة الأكبر إن أوبورو في الحقيقة ولد. والده ووالدة آنا نيشيكونومية اتفقوا يخبوا الحقيقة دي ويخلوه يعيش كبنت عشان يضمنوا إن مفيش أي مشاعر تتولد بينه وبين آنا نيشيكونومية. تانوكيتشي حس بشفقة غريبة عليه، بس ملحقش يفكر لأن آنا دخلت المكان وهي في حالة غضب وبركان مشاعر مش مفهوم. تانوكيتشي ملقاش حل غير إنه يرمي في وشها حاجة تخصه عشان يشتت انتباهها ويهرب قبل ما تلمح حقيقة أوبورو. لما رجع يحكي لأيامي كاجو ما كانتش مصدقة، وكوسوري ظهرت وحكت اللي عملته، بس أيامي اتضايقت جدا. الأسلوب ده مش بتاع SOX، دي حركات بتبوظ سمعة المنظمة وتخليهم مجرد مخربين في نظر الطلبة. وسط الخلاف ده جالهم تحدي لمقابلة سرية نص الليل في المدرسة اللي جنبهم.
هناك قابلوا وايت بيك وبدأت خناقة كلامية وتلقيح بالكلام عن مين ثورته أنظف، وانتهت بأنهم أعلنوا الحرب على بعض. تاني يوم الدنيا اتقلبت والمواصلات وقفت، والناس ركبت أتوبيسات وفرتها الحكومة. تانوكيتشي كان مع جوري كيرايكي، وجاله تليفون من أيامي بتحذره ما يركبش الأتوبيس ده، بس الأوان كان فات. منظمة جاذرد فابريك سيطرت على الأتوبيسات وخطفت الركاب، وكان من ضمنهم أوتومي ساوتومي. وايت بيك طلع في بث مباشر وقال إنهم شغالين مع اس او اكس عشان يلبسوهم الليلة ويبوظوا صورتهم تماما. في أتوبيس تاني هيوكا فوا كانت قاعدة ببرودها المعتاد، وواحدة من الخاطفين بتهددها، بس هيوكا فضلت تسألها أسئلة علمية محرجة لدرجة إن الست اتوترت والركاب قدروا يسيطروا عليها. أما أنا فكانت في حالة انسحاب صعبة، لأنها بقالها أيام ما شمتش ريحة تانوكيتشي، وجسمها كان بيترعش من القرب المفتقد. فلما واحد من الخاطفين حاول يقرب منها فرغت فيه كل طاقتها المكبوتة وهجمت عليه بغريزة مرعبة خلت الكل يتجمد مكانه. بطلنا تانوكيتشي كان بيحاول يتصرف، بس واحد من الخاطفين شم ريحة حاجة تخصه في شنطته، فجوريكي رايكي اتدخل وحاول يداري على الموقف بقصة غريبة خلت الخاطف نفسه يقرف. الحكاية ما خلصتش هنا. أياما بلغت تانوكيتشي إن فرقة الأخلاق بدأت تستعين بهيوكا فوا عشان تفرز الممنوعات، وإنهم خلاص عرفوا هوية وايت بيك الحقيقية، طالب جامعي اسمه إتشينو تاكوما. واللعب دلوقتي بقى على المكشوف والستار بدأ يترفع عن الكل. دلوقتي الفرصة جت لحد عند تانوكيتشي عشان ينظفوا اسم SOX من القرف اللي عملته المنظمة التانية، بس الخطة محتاجة ذكاء عشان يهربوا من الشرطة. استعانوا بكوسوري عشان تجهز طعم يشحن رجل تاكوما، وبالفعل قدروا يزنقوا الأتوبيس بتاعه في طريق ضيق. فرقة الإخلاط كانت عايزة تعمل نفس الحركة، بس ما لقوش معاهم الأدوات المطلوبة، فسابوا الساحة لتانوكيتشي اللي كان مستني اللحظة المناسبة. أول ما الأتوبيس واقف تانوكيتشي هاجم بكل قوته وادى تاكوما بوكس في وشه، بس الصدمة إن تاكوما ما تهزش، بالعكس ده الروائح اللي مالية المكان خلت قوته تزيد بجنون. تانوكيتشي لقى نفسه على الأرض وتاكوما بدأ يغلط في بلو سنو ويقلل منها، وفي اللحظة دي أيامي عملت دخلتها الأسطورية وشتتت انتباهه، وده سمح لتانوكيتشي إنه يسيطر عليه ويثبته في الأرض. وهي أيامي بتبدأ تتفاوض مع الشرطة عشان تسلمهم تاكوما، حصلت الخيانة اللي ما كانتش على البال. كوسوري زقتها لبره الأتوبيس وطلبت من تاكوما المربوط إنها تنضم لمنظمته لأنها شايفاهم أشرار بجد وأقوى من SOX. تانوكيتشي حاول يعقلها، بس هي هددته وهربت مع تاكوما بالأتوبيس لمدرسة زاشيجوا، وسابوا بطلنا مستخبي في الغابة. وهو وسط الشجر لقى هيوكا فوا اللي كانت بتراقب الموقف وقرته الأخبار. تاكوما منظمته سيطروا على المدرسة وحابسين الناس وبيهددوا إنهم يوزعوا صور محرجة ليهم لو مطالبهم ما تنفذتش. في الوقت ده أوتومي ساوتومي كانت جوه المدرسة مش هاممها الخطف وقاعدة بترسم البنات بتركيز غريب. تانوكيتشي كلم أيامي اللي كانت بدأت تفقد الأمل لأن عددهم قليل، بس هيوكا لفتت نظرهم لنقطة مهمة: النظام اللي بيحاولوا يهدموه هش وممكن يتدمر بسبب مثاليته الزايدة، وضربت لهم مثل بأن نيشيكونوميا اللي ممكن تعمل أي حاجة باسم العدالة. هنا تانوكيتشي قلت له فكرة مجنونة وخطيرة بس هي الأمل الوحيد. جوه المدرسة كوسوري بدأت تكتشف إن تاكوما ده إنسان بايظ وملوش هدف، هو بس عايز يستمتع بوقته قبل ما يتمسك. ولما حاولت تغدر بيه، المواد اللي مغطية جسمه حمته من الصعق الكهربائي وهي اللي اتصابت. وفي نفس الوقت والد أنا ووالدتها وصلوا المكان العملية، وكانوا بيخططوا يسيبوا المهزلة دي تكمل عشان يثبتوا للناس إن قانون منع الخصوصية الجديد هو الحل الوحيد. بطلنا وأيامي قعدوا يدرسوا الخريطة اللي كوسوري كانت سايبها ولقوا ثغرة في ظهر المدرسة. فجأة أوتومي كلمتهم وقالت لهم إنها جمعت الأدوات اللي محتاجينها، وإن باقي المخطوفين مستخبيين في الدور الثالث. الجو بقى مشحون وكل الأطراف بدأت تتحرك لنقطة التصادم الأخيرة اللي هتحدد مصير الكل. الخطة الأخيرة بدأت والتوتر وصل لأعلى مستوياته. أيامي كاجو سألت تانوكيتشي لو كان فعلا مستعد يرمي نفسه في النار، وهو بكل ثبات أكد لها إنه جاهز، والأول مرة اعترف إنه متصالح مع الهزار اللي بيميز منظمتهم وعمل إشارة SOX بكل فخر. في الوقت ده أنا نيشيكينوميا كانت في الحمام، وفجأة النور قطع وحست إن ريحة تانوكيتشي مالت المكان، وده كان جزء من الخطة عشان يجرجروها للمعركة.
بطلنا قدر يضحك على أنا ويوهمها إن أغراضه الشخصية اتسرقت من المنظمة المنافسة، فنزلت زي الإعصار تكتسح أي حد يقابلها في ممرات المدرسة، ومعها أوتومي ساوتومي اللي كانت بتستخدم فنها في التشتيت. كسوري اللي كانت مربوطة قدرت تفك نفسها، وفي اللحظة اللي تاكوما افتكر إنه انتصر واستخدم سلاحه السري ضد أنا، دخلت أياما ومعاها كسوري ونفذوا هجمة مشتركة خلت تاكوما يترنح. تانوكيتشي صرخ في أياما وقال لها تضرب نقطة ضعفه، وبالفعل أنا وبلو سنو طيروه من الشباك بضربة واحدة. فوق السطح أياما وقفت ووجهت خطاب لكل الناس عن إن الهزار والضحك هما اللي بيخلوا للحياة طعم، وإن دي طبيعة بشرية مفيش قانون يقدر يمنعها. ورغم إن فرقة الإخلاء حاولت تقطع البث، إلا إن محطة الإذاعة رفضت، وفي الآخر أياما وتانوكيتشي طاروا في المنضاد بعيد عنهم. وهم في السماء أياما اعترفت بمشاعرها لتانوكيتشي في لحظة كانت رقيقة جدا، بس طبعا لسانها سبقها وبوظ الرومانسية بهزارها المعتاد، بس هو ده اللي تانوكيتشي حبه فيها. بعد فترة الوزيرة صوفيا بعتت دعوة غامضة لإس أو إكس عشان يتقابلوا في منتجع سياحي. تانوكيتشي افتكر وصية والده زينو قبل ما يدخل السجن، قال له لو رحت هناك دور على الأثر اللي سبتهولك. لما وصلوا لقوا المكان كله مكتوب عليه كلمة صحي ومنظم بزيادة لدرجة تخنق. جوريكي رايكي كان هناك كمان، واتضح انه وقع في حب شهامة تانوكيتشي تماما. أنا كانت هناك بدعوة من والدتها، والجو بدأ يكهرب لما حاولت تنفرد بتانوكيتشي في حمام السباحة بعد ما بعتت جوريكي يدور على حاجات وهمية. بس فجأة صرخة هزت المكان، ولقوا صافية مغمي عليها في الأرض ومعاها دعوة مزورة باسم بنتها. في وسط الذهول ده ظهر راجل متغطي بالأسود سمى نفسه بلاك باس، وخد الأثر اللي يخص والد تانوكيتشي وهرب. الكل لقى نفسه في ورطة، خصوصا لما اكتشفوا ان هدومهم كلها اتسرقت واتبدلت بهدوم سودة غريبة. تانوكيتشي وأياما راحوا يدوروا على شنطهم، والأول مرة أياما كانت مكسوفة جدا ومنكمشة في نفسها، وده استغرب له تانوكيتشي جدا. وفجأة أوبرو وبنت تانية ظهروا، والكل بقى متجمع في مكان واحد، والغموض بدأ يزيد، والكنز اللي الكل بيدور عليه ما بقاش مجرد ورق، بقى سر ممكن يغير العالم النظيف ده للأبد. الراجل اللي لابس اسود اقترح عليهم لعبة طوبة ورقة مقص عشان يحسموا الموضوع، والبنت الصغيرة قررت تبدأ وفعلا كسبت. بس أول ما الراجل بدأ يقلع قطعة من هدومه هي ما بقتش قادرة تتحمل المنظر وجاريت من الكسوف. جوريكي رايكي دخل هو اللي عليه الدور، وهما تاماكيشي تانوكيشي نبه الكل إنهم يغمضوا عينيهم أول ما صاحبهم يغير في مظهره. وبالفعل حصلت نفس الريحة القاتلة اللي حصلت في الأتوبيس، والراجل وقع من طوله وبدأ يرجع. فاستغل تاماكيشي فرصة وخطف منه المفتاح. أنا نيشيكينو مية طلبت من تاماكيشي وأيامي كاجو يروحوا يخبوا الكنز فورا وهم هيشغلوا الراجل. وهم في الغابة بيدوروا، أيامي قالت إن الكنز لازم يكون قريب من تلفريك قديم، بس ما كانش باين على الخريطة. فجأة هيوكا فوا ظهرت من العدم كالعادة، وقالت لهم إنها عارفة مكانه لأنها كانت بتدور على حشرات لتجاربها. هيوكا صلحت التلفريك وتاماتيتشي وأيامي رقبوا، والرحلة كانت هادية لحد ما التلفريك اتهز هزة عنيفة، واكتشفوا إن أنا هي اللي بتجري وراهم وماسكة في السلك. أرضية الكابينة اتكسرت وأنا وقعت في الهواء. وصلوا لمكان الكنز ولقوا كهف مليان تماثيل ومنحوتات محطمة. كانت فرقة الأخلاق دمرت كل حاجة بتعبر عن المشاعر الإنسانية. تاماكيتشي لمح خط والده وفرح جدا، وبعدها لمح تمثال مانيكان حالته كويسة، وبالصدفة وهو بيتحرك داس على بلاطة كشفت عن مكان المفتاح. حط المفتاح وحاول يلفه بس كان تقيل جدا، وفي اللحظة دي أوتومي ساوتومي طلعت من الشنطة اللي معاهم، وكوزوري ظهرت هي كمان، وكل أعضاء اس او اكس اتجمعوا وقدروا يفتحوا الأبواب الضخمة مع بعض. جوه لقوا كنز حقيقي، تماثيل ومنحوتات بتجسد قصة الحب والرغبة البشرية في أبهى صورها. فقرروا يسيبوا بصمتهم هناك بلوحة فنية من رسم أوتومي. أول ما اتجمعوا مع أصحابهم أوبورو فجر التلفريك عشان يقفل الطريق تماما، والكل وقف يتسائل يا ترى العالم هيقدر يشوف الكنز ده ويحس بيه تاني امتى؟